تخيل لما يجي لك تليفون يقول لك انت ما بتعرفش تدرس. ده اللي حصل معايا. فجأة لقيت في ولية امر بتكلمني بتقول لي مستر ايمن انت ايه اللي بتعمله في الحصة ده؟ قلت لها ايه اللي بعمله في الحصة؟ انت ازاي تضيع 3/4 الحصة في الواجب؟ قلت لها عادي، ما هو لازم اشرح الواجب. قالت لي لا ما ينفعش، انا مدرسة امريكان. قلت لها ايه؟ انت مدرسة امريكان؟ طب وانت جايبه بنتك عندي ليه؟ كان عندها بنت. قالت لي انا سمعت عنك ان انت مدرس شاطر قوي، بس الحقيقه لما جت البنت ولقيتك بتضيع نص 3/4 الوقت الحصه في الواجب، قلت يبقى انت ولا شاطر ولا حاجه والبنت هتضيع منك. المهم طبعا ذوقيا قلت لها يا فندم ما هو حضرتك لو كنت عملت زيي كنت بقيتي مشهوره زيي، لكن واضح ان انت ماشيه بخطه مش مظبوطه قوي من وجهه نظري. المهم البنت ما جاتش عندي، بس كان ليها واحده صاحبتها بتاخد معايا. المهم صاحبتها دي عدت ال 700 والبنت ما جابتش ال 700، فللاسف صاحبتها جت قالت لي كان ندمت قوي انها مشيت وكان نفسها تكمل معانا. مش شكرانيه في نفسي لكن الواجب مهم. عشان كده دي اكتر طريقه لنجاح المدرس انه يصحح الواجب بس. وخلصت الحدوته توته توته. كنت معاكم مستر ايمن تدرس.